عليكم، مساء الخير، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. كيف احوالكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. الناس اللي معانا في اللايف والناس اللي برا اللي بتسمع والناس اللي في البيوت والناس اللي في السودان وبرا السودان، كيف اخباركم؟ ان شاء الله بخير. ما يعني بس ده عندنا موضوع واحد في اللايف ده هنتكلم فيه، وبعدين نجي نرجع ان شاء الله نشوف باقي مواضيعنا في لايفات تانية. حفظ الله السودان وحفظ الله الشعب السوداني، حفظ الله القوات المسلحة من المتآمرين والجواسيس والخونة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعركة مع الشيطان الأيام دي يعني ماشية، قلنا الأيام الجاية دي كلها هتكون صعبة يعني، وهو لازم الشيطان يتكشف، ما عنده طريقة، فإحنا ضاغطين عليه والفو بخور بينشم. الليلة السيد الرئيس مجلس السيادة كان في زيارة إلى جوبا، وتعد الزيارة الثانية المعلنة. خد تحت المعلنة دي 26 خط. رفقاتنا يعني في النضال، زي ما بقول البوشي عليه من الله ما يستحق. رفقاتنا في النضال يقول لك صرفة قال وصرفة مشى وصرفة وجوبا ما في اتفاق وما في أي حاجة، وده كلام فاضي وسايكم بالخلا. يا أخي قاعد أعرسكم، بس بعرسكم تسكتوا ساي حاضر. الكلام ده ما للحرية والتغيير ولا للبرهان، الكلام ده لرفقاتنا في النضال. اديني 23 سبب يخلوا البرهان يطلع من بورسودان يمشي جوبا. 23 سبب. تفضل، هاك دي ورقة فاضية وقلم، يلا ورينا إبداعك. أنت اللي ما سايقنا بالخلا، وأنت الفاهم وأنت الواعي. هاك دي ورقة فاضية وده قلم، أسمع صوت القلم. قلم، هاك موية معك، داير موية؟ اقعد هناك في الشجرة ديك، شايفها شجرة حميتي، اقعد فيها اكتب. اديني 23 سبب يخلي البرهان في الظروف دي، في الوضع اللي احنا فيه ده، امشي جوبا. قول لي 23 كتيرة، اديني 18 كتيرة، 17 كتيرة، 15. هاك اكتب 15 السبب مقنعات انه برهان يمشي. انا شايف البرهان مشى لسبب واحد، انت شايفه ما مشى وزيارة عادية وفي ظروف زي دي، اكتب لي واقنعني. بس تفضل، انت اللي ما سايقنا بالخلا وانتوا الواعين والانحرافي لا بس تفضل هاك يلا. نعم، الصورة بتاعت البرهان قاعد مع سلفاكر، جنبه منه توت قلواك. توت قلواك ده كان معزوم في بيت حميتي، جاب صفة رسمية ولاقى نائب رئيس مجلس السيادة. حميتي كان عامل فطور في بيته، صح ولا غلط؟ انا بس انبه البرهان يعني، اوريه ان احنا ماشيين وين، عشان الناس بيقعدوا بينظروا. تفضل. توت قلواك ده الحاضر الاجتماع الليلة قال جا السودان هنا ومشى بيت حميتي عازمه فطور. حميتي عازم توت قلواك قبل حصار مروي، وعازم ود حفتر في بيته. شفت الصور دي؟ آخر مناسبة رسمية ظهر فيها المرحوم حميتي معه ناس، كان من ضمنهم توت قلواك. طلعنا قلنا الخارجية السودانية بتعمل في شنو؟ علي الصادق الليلة وزير خارجيتنا الشغال في المخطط بتاع البرهان، والشغال في المخطط بتاع المتآمرين، والشغال في المخطط بتاع تضييع السودان. علي الصادق اللي علينا اللي خدتين عليه 24,000 استفهام في معركتنا اللي فاتت دي كلها في ال6 شهور، الليلة قال يا أخي كل الأطراف مرتضية جوبا يعني، وإنه جوبا حتساهم في دفع العملية بتاعت السلام والوصول إلى يعني وقف إطلاق نار، وإحنا جوبا دي بالنسبة لنا دار، ونحن كلام ده حلو جدا يا علي الصادق. لما توت قلواك ده جا السودان وقاعد في بيت حميتي، انت ما فتحت خشمك. ولما الولد حفتر جا داخل السودان فطر في بيت حميتي، انت ما فتحت خشمك، وكان التآمر واضح. واي زول احنا يكون من طرف المتمرد حميتي بالنسبه لنا عدو. توت قلواك ده لو مشيت له في بيته في جوبا دي بالنسبه لنا عدو، كان مع العدو يا زول، وكان مع الحريه والتغيير، وكان هو الزول اللي ساعي في موضوع الاتفاق الاطاري، بالنسبه لنا عدو.
ده اول حاجه الناس تعرفها. واحد من الناس اللي كانوا حاضرين فطور حميتي تود قلواق ده البرهان كان قاعد جنبه وعلي الصادق ده قاعد جنبه. تصريحات علي الصادق الليله يا غسان شيلوها عليك الله اللي في بال العالم كله عشان نعرف علي الصادق ده منو الناس تعرفه يعني. السبب الاول اللي ساق برهان جوبا انه يطمن دولة جنوب السودان انه ما حيصل اي رايش من الحرب اللي في السودان وانهم بامان وانهم وضعهم كويس. الحاجة دي ممكن في الظاهر طبعا عملوا اجتماعات مغلقة قافل الباب بتاع القاعة. انت وفي السلفاكير بتتكلموا في شنو يا برهان؟ انا لازم اعرف بتتكلم معه في شنو؟ انه الوضع بتاعنا والوضع بتاعنا والظروف. لا انا داير اعرف بتتكلم مع في السلفاكير في شنو؟ قافل الباب ليه؟ طلعت الناس وقاعدين جوا براكم اللي بتعملوا في شنو انتوا؟ رئيس مع رئيس ما مضمونين. شنو يعني رئيس مع رئيس؟ شيطان ما قاعد. بتعملوا في شنو انتوا جوا؟ بتعملوا في شنو؟ اي سؤال واضح يا برهان. بتعمل مع سلفاكير جوا براكم في القاعه شنو؟ في شنو بتتكلم فيه؟ دي حاجه للاعلام. هتعمل مؤتمر صحفي نطمن دولة جنوب السودان انه الاوضاع في السودان مستقرة وانه الاوضاع تحت السيطرة والتمرد تحت السيطرة وسنقضي عليه واحنا عازمون على ذلك وشكرا جزيلا تركب الطيارة تجي راجع. انا افهم الزيارة دي، لكن تتكلم عن انه احنا هي حتكون زيارات متوالية وانه هي جوبا عملنا فيها اتفاقية جوبا وانه جوبا ممكن بوساطة الرئيس الفاكر نصل لاتفاق ومعاهد السلام. دار تتسالم مع منو انت يا زول؟ احنا ما عندنا سلام يا برهان. لانه انت فاهم الموضوع غلط. انا بقيت اسمع الجماعه ديل ولا شو؟ فاهم الموضوع غلط. الحرب الدايره دي يا برهان محتاجه انك تعرفها. عرفها لينا. عرف التمرد يا برهان. عرف الموالين المتمردين يا برهان. خدت لنا لائحه اتهام ما قدرت تعمل الحاجه دي عشان تقدر تصوص صواتك اللي بيسوي فيها دي. اول حاجه احنا ما عندنا خلاف جوا السودان بين الحكومة وفصيل أو شريحة من المواطنين أو قبيلة أو إقليم زي ما حصل مع جبريل، زي ما حصل مع المتمرد سلفاكير ذاته. سلفاكير متمرد صح؟ اتمرد على الدولة صح؟ انفصل بدولته بإقليمه بأسانيته. ما كان في يعني هي جاهزة تنفصل. عندها حكم فيدرالي وكونفدرالية وعندها حكم ذاتي. كل الموضوع بس ما داير سيطرة المركز عليها. الجنوب كان مؤسس انه ينفصل. الحاجه اللي عملت التمرد دي يا برهان جاك في مكتبك في المركز. سلفاكير لما قال لك انا اتمردت على الدوله وداير انفصل شال الجزء اللي بيخصه مشى بيه. حميدتي قاعد من جوا مكتبك انت ذاته قال انا ده كله بخصني والكرسي حقك بخصني. سلفاكير ما عمل كده عشان انت تحل مشكله حميدتي زي ما حليت مشكلة سلفاكير باتفاقية نفاشة أو انفصال دار الجنوب. معاهد السلام مع فصيل زي عبد الواحد أفهمها. معاهد السلام مع فصيل زي الحلو أفهمها. معاهد السلام مع متمرد كيف يا برهان؟ أنت بتاع ناسات ولا شنو؟ لما مسكت عبد المطلب وسجنته أنت كنت ساجن عبد المطلب لأنه تمرد على الدولة. الحرية والتغيير طلعت بيانات تدين انقلاب عبد المطلب وقالوا وراه الأخوان المسلمين واخذ من الموضوع ده موافقة من علي كرتي وعبد المطلب رئيس هيئة الأركان فريق أول. سلمتوه لحميدتي حقق معه في فيديو شهير دنس فيه شرف القوات المسلحة. ولنفترض إنه عبد المطلب متمرد تحقق معه وأنت ما يحقق معه حميدتي وسرب لنا فيديو عشان تكسر عزيمة القوات المسلحة وإنها في يد حميدتي. ده كان من وراك أنت يا برهان تحاسب عليه وحسي أنا بحاسبك عليه. مالك ما عملت معه اتفاقية السلام؟ مالك ما عملت معه معاهدة السلام؟ مالك ما شلت عبد المطلب ده مشيت بيه وجوبه وقعدت مع سلفاكير؟ ما ده عسكري وده عسكري، ده تمرد وده تمرد. انت ذاتك يا برهان نادي وجدي صالح وحزب البحث والسنهوري اسالهم في شهداء 28 رمضان سميتون شهداء ليه؟ سميتون شهداء ليه يا حرية وتغيير؟ سميتون شهداء لانه كان الموضوع ده عندكم فيه يد. لانه ال 28 رمضان كانوا تابعين لحزب البحث. مشيتوا بعد الثورة ما نجحت فتشتوا قبور. في نفس التوقيت مسكتوا عبد المطلب والمعاه ناس بحر دخلتونا السجون لأنه حينقلبوا عليكم سميتون انقلابيين. مسكتوا بكراوي دخلتوه السجن لأنه انقلابي لأنه هو داير عمل تمرد. لكن لما جاء الموضوع في ناسكم مشيتوا سميتوا ديلك شهداء 28 رمضان
وفتشت قبورهم وعملت لهم شهادات تكريم، رغم انه الجيش شايفهم متمردين وجردهم من رتبهم لانهم عملوا انقلاب وتمردوا على الدوله وتمردوا على القوات المسلحه. الليله انت شايف ماشي جوبا تعمل اتفاق سلام مع منو يا زول؟ الموضوع الحرب ده شأن داخلي، ما في اي طرف خارجي يا برهان. القياده العامه اصدرت اوامر يوم 8/4 للدعم السريع، الدعم السريع كسر الاوامر ومشى حاصر مروي، اتمرد خلاص. الموضوع ده ما فيه وسيل فاكر، ولا فيه انه علي الصادق يطلع يقول منصه جوبا وترابيزه جوبا تدعو للسلام والوفاق. ما عندنا وفاق مع الدعم السريع، ما عندنا وفاق مع الدعم السريع، الا انكم انتوا ورا الموضوع ده وعندكم اتفاق انه الشعب السوداني ده يتكسر وتجي تخط ليه الحريه والتغيير وتجي تجيب ليه الدعم السريع ثاني يا برهان. انا ما بعرف حميلتي حسي، بعرفك انت ده بس. دايرين تمشي تتفاوضوا مع الدعم السريع في شنو يعني؟ داير تتفاوض مع الدعم السريع في شنو؟ ما دام هو برهان ركب الطياره دي مشى جوبا، يبقى داير يقعد في ترابيزه التفاوض، لانه المعركه دي والحاجه الحاصله هو ما عرفها، ده اسمه تمرد. تمردت فصيله من القوات المسلحه اسمها الدعم السريع على القياده العامه ووزاره الدفاع. نتعامل معاه كيف؟ نتعامل معاه عسكريا في الميدان. رفضت تنصاع للاوامر، بدت تسير البلبله في الدوله، بدات تتجاوز الحدود والمهام المكلفه بها، بدات تحاصر في المواطنين، بدات تتكلم في سياسات الدوله الخارجيه، بدات تتكلم في علاقتنا مع مصر. يا اخي ما نجيب القاعده الجويه، نجيب طيران مصري، انتوا مالكم؟ انت مالك انت؟ الدوله رأت انها تتعامل مع مصر تجيب طيران، انت مشكلتك شنو يعني؟ زي ما انت بتبيع ذهب لروسيا، بتبيع ذهب للامارات، دي ما سياسه الدوله. ما نجيب طيارات يعني؟ بقى بتركبوا الطيارات الخاصه دي ما مصنوعه برا برضه. صانعها انت؟ الطياره بتركبها يا حمد اللون ذهبي دي صانعها عبد الرحيم اخوك، ما مشتريها من برا، دي لاستخدام مدني. واشترينا طيارات او تعاوننا مع دوله في طيارات عسكريه، نفس الحاجه. اسباب واهيه عشان تضيعوا البلد دي، وتجي في النهايه تقول لي يا اخي قاعدين ونسعى للتفاوض وتغريب وجهات النظر. ما عندنا زول داير نغرب مع وجهه نظر. انا ما فاهم انت برهان فاهم شنو؟ الحريه والتغيير فاهمه شنو؟ مشكلتك انت مع حميدتي ومشكلتك ما مع الحريه والتغيير. الموضوع ده حرب بتاعت كرامه، دي ما عندها علاقه بحرب سياسيه، او تجي تعرفوا لنا الموضوع ده من الاول. لما نحن جينا قلنا البرهان ده عليه مآخذ في حاجات مفروض ياخذ فيها قرارات وهو رافض، الواضح انه هو ماشي فيها مسار. لما نطلع طه عثمان في قناه الجزيره امبارح يتكلم عن سياسات الدوله والامن العليا، انه ضرب له حميدتي، والبرهان ما يكلم السفير ولا يفتح فيه بلاغ ولا يجيبه بالانتربول، يبقى البرهان الكلام ده عاجبه ماشي معه في مخططه. انا بقول كده. لما المجتمع الدولي الان بيحصل له تحريض ضد السودان بوجود ناس ما عندهم صفه يتكلموا باسمنا الحريه والتغيير، البرهان ما دار يطلع لهم مذكرات اعتقال، ولا دار يخاطب الخارجيات الدوليه اثيوبيا او مصر او السعوديه او الامارات او قطر يقول لنا الناس اللي عندكم دول ما بيمثلونا وهم تابعين للتمرد رسلوه لنا. ما عمل الحاجه دي، عاجبه الكلام ده معنا، عاجبه الكلام ده. يبقى حسي يا برهان انا دارك تشرح لي يا مشكله الحاصله في السودان الان حلها ترابيزه التفاوض. اشرح لي المشكله شنو. واحد من المعلقين في قناه العربيه حسي بيتكلم من الجنوب، قال الرئيس الفاكر سيساهم في انتقال سلس للديمقراطيه والتحول الديمقراطي. انتقال سلس كيف؟ انت فهموكم شنو فيه؟ احنا ما عندنا انتقال سلس. الموضوع ده فيه الدعم السريع تمرد على الجيش، حاصر بيت الرئيس، قال داير يقبضه يوديه السجن او يقتله، ده اللي حصل. ما كان في الموضوع ده اي حاجه لها علاقه بالانتقال سلس ولا ما انتقال سلس. بيحاولوا يدخلوا الطرف بتاع الحريه والتغيير الان في المعادله دي وهو ما طرف فيها. الحريه والتغيير من اول يوم قالت احنا محايدين، يا حريه والتغيير جيشكم الوطني محايدين. طيب يا اخي ادعموا الدعم السريع، عديل انت موقع معاه اللي طار يقولوا قالوا لا احنا محايدين. هسه بقى انه في تحول ديمقراطي سلس والرئيس الفاكر حيساهم فيه يا برهان. ما في تحول ديمقراطي سلس، ما في تحول ديمقراطي سلس، في انهاء التمرد نقطه عربي انتهى، في عدم تجميد الحرب دي ونقلها لمده 6 شهور قدام عشان تنفجر تاني. انت ما شايف اللي بيحصل في السودان، وشايف انه التمرد ده لو ما اتحسم حسي بعد 3 شهور حيطلع لنا تاني. دي كلها واضحه قدامك، يعني ما داير ادرس عصر يا برهان. اللي بتعمل فيه ده انا افهم انك انت تمروحهم، انا افهم انك تجر بيهم هوا، لكن في الارض تكون شغال،
في الارض كل يوم انا اشوف لك مكاسب عسكريه، في الارض انا اشوفك بتحرر في الكباري، في الارض انا اشوفك كل يوم بتشتغل في الدعم السريع، واطلع برا بغشهم، قول لهم هاي حنقعد وهاي حنفاوض وهاي، لكن انت في الارض موقف الشغل. في الارض انا شايف الناس امبارح واول امبارح بيطردوهم من مبدا بيدونوا فيهم. في الارض انا شايف الليله مستشفيات في ام درمان والمراكز الصحيه فيها اصابات مدنيين استهداف من الدعم السريع، نوع الرصاص اللي بيستخدموا الدعم السريع لو خرشك يا برهان بتموت. فيه حاجه ما طبيعيه. الناس ما قادره تشرح الجثث عشان تعرف الماده اللي في الرصاص دي شنو، ده شغل الجيش. انا شايفك واقف في الارض وتطلع برا انت بتغش فينا، انا ما بتغش فيهم. احنا الان يا برهان في مرحله مصادمه واضحه، الخيارات اللي تاخدها ليش شنو انت؟ الشارع انت عامل فيها بلاحه الشارع مشي، الاستنفار انت عامل فيها بلاحه الاستنفار، تاني عنده شنو الانصرافي؟ يطلع لنا جمعه غضب بيطلعوا 3 انفار وممكن نطفيها اعلاميا حلوه مقبوله. انا ما حاعمل لك الحاجه دي. تاني عندك شنو؟ والله يا اخي الانصراف يدعو للانقلاب. انا ضد الانقلاب، اي انقلاب يحصل في البلد ده انا ضده، ما حأيده. في منو ممكن يعمل انقلاب؟ الزول اللي في يده الجيش هو في يده السلطه، منو الزول ده؟ كباشي. كباشي شفتها حتته دي واجبه ده شغله ده، ما عنده حاجه غيره. ما معاه احنا في الكرسي ده، احنا بنعدل في مشكله، المشكله شنو يا كباشي؟ انه حميدتي كان في نفس الموقع حقك طمع في الكرسي بتاع البرهان، دار يجيبه بطريقه غير شرعيه، قام حرق البلد دي كلها ورفضنا الحاجه دي، رفضنا قلنا له ما بتمشي الكرسي ده الا بصندوق. فاحنا ما حنقيف مع غلط زي ده تاني، يعني احنا ما حندعم انقلاب. احنا نأيد الكباشي يعمل انقلاب، ما حنأيد الكباشي. الكباشي دوره معروف قيادة القوات المسلحة، لأنه القائد العام برا شغال سياسيا تحت الكباشي، ما عنده أي حاجة تانية يعملها، حتى لو الجيش اتزمر ولا الجيش ده شال صفارة عديل في الشارع، ما عندكم انقلاب. الزول الواحد اللي بيعمل في المشروع ده يعمل الحاجة الصح، ما ممكن احنا قوة زي دي، شعبي زي ده، ضحايا زي ديل، أتمان زي دي، دماء زي دي، البرهان ما قادرين نقنع البرهان. إذا ما قدرنا نقنع زول واحد يبقى احنا شعب فاشل، يبقى احنا كقياده فاشله، يبقى احنا كجيش فاشلين. برهان ده جاب يعمل الصح برضاه وغصبا عنه، احنا اصلا ما عندنا 2 3 برضا برهان اعمل الصح، ابا بغصبا عنه، غصبا عنه ده انا ما بوريك تعملها كيف انت. اللي بيعمل فيه الضحك، اللي بيعمل فيه قعاد في الكورنيش طلعته كل دقيقتين يشبكنا، احنا ما بنأتمر بامر زول، احنا انت بتستفيز فينا دايرنا نصل نسب لك، قاعدين نسب لك وتقعد في الكرسي ده يا برهان، انت الوحيد اللي حتصلح الغلط ده، ما عندك ما في اي مخرج. التعريف الاول للمعركه دي يا برهان انه الجيش، انه الدعم السريع يتمرد، دي قلتها انت. التعريف الثاني قالوا كباشي بنتعرض لغزو خارجي يوم 12/5، خلاص احنا ده اللي بنفهمه، ده اللي بنفهمه. ما كان في تحول ديمقراطي سلس ولا ما سلس، ما كان في حاجه اسمها نقعد نتفاوض ولا نتفق، ما في اتفاقيه السلام. حتقعد مع منو الاطراف اللي حتعمل معاه سلام؟ حتعمل مع منو الاطراف؟ حتعمل مع الدعم السريع اللي هو مكتسبات وبيوتنا واعراضنا؟ انت البلد حقت ابوك جد ولا شنو؟ الكلام ده مرفوض تماما يا برهان. احنا مش حنرفضه انه انت تمشي فيه ونتفاجأ به، احنا حنوقفك هنا ونوريك الصح تعمله، غصبا عنك حتعمله يا برهان. البرهان بيشوف انه خالد السلك بيطلع في الاعلام في تويتر وفي القنوات بيوصف معسكرات الاستنفار بانها معسكرات ارهابيه، البرهان ساكت، علي الصادق ده ساكت، النائب العام ساكت، بيوصف الشعب السوداني انه ارهابي. احنا قدرنا في الفتره اللي فاتت نتصدى للمؤامره اللي قام بها الدعم السريع في انه يصف القوات المسلحه بانها ارهابيه وتتعاون مع ارهابيين، قلنا لهم اسالوا السعوديه هل جيشنا اللي بيقاتل لهم وبيحمي فيهم في اليمن ده هل ده جيش ارهابي؟ سكتوا. الليله الموضوع ده قايم به محمد الفقيه، قايم به خالد السلك، قايم به الاعلام بتاع الحريه والتغيير بيوصفوا في مسكوا كل كتيبه البراء، البراء دي يا اخواننا كتيبه بتاعت مجاهدين خشوا يعملوا واجبنا الوطني، ما دارينها دي ارهابيه، هاي دارين كتيبه حنين بتاعت حزب البعث. جيبوه خلاص يا خالد السلك، تعال شيل كلاشك انت ورينا الكتيبه اللي المفروض تقاتل شنو. يعني الزول لما يشيل كلاش يا خالد السلك يدافع عن البلد والعرض وضد التمرد انت بتوصفه بارهابي، هم ملفين وشغال معاهم فيهم البرهان ذاته بسكاته. لو ما عملت الصح وسكت على الغلط يبقى انت داعم الغلط، دي قاعده ثبتها. البرهان ذاته ساكت، البرهان ساكت في انه يوصف القوات المسلحه بانها ارهابيه وبتتعاون مع منظمات ارهابيه، سكت. وزير خارجيته سكت، اعلامه وتلفزيونه سكت، سكت البرهان.
بقى ملفين الشغالين فوق الحريه والتغيير قدام بصر البرهان وما دار يتحرك. الاول انه الحرب دي فيها ارهاب، قالوا يا اخي السودان حيبقى ساحه ارهاب، ده بابكر فيصل في الدوحه قال حيدخلوا فيهم المجاهدين من بر العالم، حيجوا السودان حيبقى ساحه ارهاب، والناس قاعد تمرق من بيوتها يا بابكر فيصل، الناس قاعد تمرق من بيوتها، ده هو ما في زول جايين من برا الا تجوا انتوا. وفاغنر دي انت ما كنت شايفها يا بابكر فيصل؟ قلت في الحاجه الثانيه شغالين فيها الدعم السريع الايام اللي فاتت، انبه لها اي امام مسجد في حته محاصره الدعم السريع في بري عندنا واقعه مثبته فيديو وصوره وصوت وشهود. مسكوا امام المسجد ومسكوا زول بيبيع في السوق عنده دقن، شالوهم عشان يجي يصوروا لنا فيديوهات بتاعت ارهابيين. اي ملتحي الان في منطقه مسيطر عليها الدعم السريع قاعد يختفوا. عشان نوريكم، وبيجهزوا في معسكراتهم وفي فيديوهاتهم. الفيديوهات اللي عملها الدعم السريع لانس عمر والعمل لمحمد الجزولي انهم متفقين مع البغدادي، البرهان ما رد عليها، وزير الخارجيه ما رد عليها. داير الموضوع ده يثبت علينا، لكن ابو برهان كله معك. شفت اي حاجه في راسك انا حتم مالك للنهايه. اي شيء في راسك اعمله بنحدده معاك ونبلعه. هسه يا اخواننا تفهموا، الدعم السريع عندهم سرايا بيجهزوا فيها كلهم ملتحين، تمام؟ لقطوا الناس من الاحياء، لقطوا الناس من هسه بعد الكلام ده كده ما كشفت عليهم حيمشوا يجيبوا ناس من برا السودان، اجانب يجيبوهم، لكن حيظل موضوع فاغنر قاعد. لما الدعم السريع دعاهم مع فاغنر بشهاده الكونغرس الامريكي وبشهاده الخزانه الامريكيه، بابكر فيصل ما فتح خشمه، محمد الفكي ما فتح خشمه، طه عثمان ما فتح خشمه، ما في زول فيهم، خالد سلك ما فتح خشمه، ما قال الدعم السريع بيجيب الارهابيين السودان، ما قالوها. فاغنر ارهابيه مصنفه. الحركه الاسلاميه حتى الليله ما في زول صنفها حركه ارهابيه بالمناسبه، الا الملك عبد الله لما عمل الانقلاب السيسي الملك عبد الله الساعه 1 قام وصفها بانها حركه ارهابيه. في سجلات الحركه الاسلاميه ما مصنفه. فاغنر مصنفه، لكن فاغنر مصنفه حركه ارهابيه، لكن بابكر فيصل ما تعاون فاغنر مع الدعم السريع ما عنده ارهاب، ده ما بشوفه ارهاب. ملفين شغالين فيه الحريه والتغيير، عندكم شنو ثاني؟ الملف الاول الارهاب، الملف الثاني دانه القوات المسلحه. وامبارح ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم كلهم، جابوا لنا القنوات في حتتهم، العربيه، الجزيره، الحدث، سكاي نيوز، البي بي سي، الصندوق الاسود، يخرج الاسرار، طه عثمان يكشف اللحظات الاخيره. 6 شهور طه عثمان ساكت، 6 شهور طه عثمان ساكت. الملف بتاع ادانه القوات المسلحه وانه الجيش هو العمل الحرب هم طالعين فيه، ده اللي بننسفه بحاجتين. الموضوع ده بسيط. السلام عليكم. عليكم السلام. في شهادات متضاربه يا حريه التغيير. الساعه 6 صباحا طه عثمان قال ضرب له حمدتي، قال له يا الجماعه ده حاصروني، الجيش حاصر قواتي في جبره. حلو. الساعه 9 الواثق البرير قال انا كنت قاعد مع حمدتي والبرهان في القياده العامه، بعدين الحرب قامت. يبقى حمدتي كان محاصر 3 ساعات من الجيش وما كان عارف انه في حرب، الجيش هو اللي حاصر والجيش بادروا. اليوم اللي قبليها الدعم السريع دخل قوات ودخل معدات، طه عثمان ما شافها، بابكر فيصل ما شافها، الواثق البرير ما شافها. الواثق البرير ما عارف انه الدعم السريع حاصر مروي 4 يوم. الواثق البرير ما عارف انه القوات المسلحه طلعت بيان للدعم السريع امهلته 72 ساعه، بعد 96 ساعه الدعم السريع ما زال قاعد في مروي والجيش ما تحرك. الجيش ما تحرك للدعم السريع في مروي، الجيش اتحرك للدعم السريع في الخرطوم لما حميدتي مشى حاصر بيت الغايد. دايرين يعملوا المؤامره دي انه الجيش بدا، دي كلها حاجات بتنسفها. لما البرهان ضربوا له ناس الجزيره بيتكلموا معاه، قال ليها الناس المحاصريني في بيتي اظنك سامعه صوت الرصاص. دي كلها ادله تثبت انه الدعم السريع البدا. ده موضوع لما نيجي وقته خليني اطلعوا كروتهم حسي. شهاده طه عثمان، طه عثمان ده في الدين ما عنده شهاده، ده زي الغحاتي في الدين ما عنده شهاده ولا بنعرفه، وشهادته بالنسبه لنا ولا بتسوى حاجه. ولو سالت نفرين في السودان 20 نفر 20 مليون بيعرفوا طه عثمان الا يقول لك قالوا الانصراف، ما في اللي بيعرفه. شهاده شنو طه عثمان بتبني على سياسه ودوله واتفاق؟ منو الواثق البرير اصلا؟ ملفين شغالين فيه. ملف الاول الارهاب، طلع خالد سلك، ده دخل له خالد سلك، محمد الفكي، بابكر فيصل، انه الجيش السوداني بيتعاون مع خلايا ارهابيه. وحنان حسن مسكوا كتيبه البراء.
حسي كتيبة البراء عندكم فيديوهات يا اخواننا؟ ما عندهم. انتوا قاعدين في الشارع ما عارفينهم. قياداتكم وين؟ ما عارفينهم. عندهم قياده واحد قاعد في المستشفى والجيش مسيطر عليه، عارفه. دارين تمشي له امشي له اسالوه يا ذاك، عشان البرهان ما يقعد يتفاصح سامي، مش يسلم عليه واتكلم معاه وتصور معاه، امشي ارسل له حسب بتاع الاستخبارات، اساله قول له انت دخلت يا معسكر حتلقاه معسكر الجيش، وده شايل يا سلاح الجيش بعلم القوات المسلحه وعنده نمره عسكريه، ما يعمل لك فيها البرهان ما عارف الموضوع، لا لا عارفه. جو ناس يتلموا قالوا احنا كتيبة البراء، انا ذاتي ما بعرفهم والله. شالوا سلاح القوات المسلحه مشى لقاه الرئيس ذاته، عشان برهان بعدين ما يعمل لك فيها الود متفاجئ. اموره دي اللي بيعملها طوالي دي، لا لا ما تتفاجئ، انت مشيت للزول ده وبتعرفه. عندك اي اعتراض على كتيبة البراء يا برهان عشان ما تيجي بعدين تركبهم ماسوره؟ هل انت مشيت لقيت الزول ده في حد برا مشيت له لحد حد برا ولقيته في المستشفى وسلمت عليه وعندك عليه اي ماخذ رسل له بكره بتاع الاستخبارات؟ اتدربت في معسكر بوريك، شال كلاش بيوديك نمرته ونمرتك العسكريه بيديك لها الكاكي بتاعك بوريك هو شغال وين ويصيب وين. حس دارين تيجي تنكروا للعمل الخاص وتعملوهم ارهابيين، كلام جميل جدا. ده الملف الاول شغال فيه الحريه والتغيير، الناس تنتبه للحاجه دي. اي تعليق من الناس دي في اي صفحه طوالي تعملوا له سكرين تخطوه، انا هعمل لكم جروبات عشان نفضح الناس دي. ده جروب بتاع الارهابيين ده وغيروا كلامه. الملف الثاني دانة القوات المسلحه، ده ماسكه الواسغ البرير، ماسكه طه عثمان، قناه العربيه، قناه الحدث، قناه الجزيره. فاتحين لهم منصات اعلاميه كل دقيقه يخلعوك. كانتي قال لك يا اخي يذكر الاسرار، كانتي ده منو يا زول؟ كانتي ده منو؟ طه عثمان ده منو ده؟ من هو طه عثمان؟ الحاجه الثانيه اللي بيعمل فيها البرهان، سلموه الملف بتاع تدويل قضيه الحرب في السودان. الزول ده كان قاعد في القياده العامه مدور حرب في امان الله ومؤمن بها، ركب الطياره مشى مصر. مشيت مصر عشان تعمل شنو؟ ما شرح لنا، داير يدور القضيه بتاعت الحرب دي. الموضوع ده داخلي يا برهان، ما في اي اطراف برا. الدعم السريع يتمرد على الجيش يتبلى بس، تاني ما في حاجه. التحول الديمقراطي لا من حقك انت ولا من حق الحريه والتغيير المركزي ولا من حق الحريه والتغيير الديمقراطي انهم هم يقرروا فيه، الموضوع ده يقرر فيه الشعب السوداني يدفع فيه ثمن. احنا الان دافعين ثمن واحنا شركاء الان في البلد دي، تمام؟ وعندنا راي فيها. الناس دي ما صبروا يا برهان للحرب ولا ويلات ولا دفعوا ثمنها، ما ممكن يغرروا لنا فيها، وانت ذاتك حسي ما بتغرر فيها، انت ذاتك ما بتغرر فيها. مش مرقت من القياده العامه دي؟ كنت لابس كاكي، ده اللي بيحل الموضوع، مشيت لبست بدله ما حتحلها. الحرب دي ما بتتحل ببدله يا زول، تلبس فريق اول، تلبس الفنيله بتاعت القناصه حقتك، تلبس طاقيتك، تجي راجع لنا القياده العامه دي. اللي بتسوي فيه ده ما عنده اي علاقه باللي بيحصل في السودان. معركتنا دي ما معركه سياسيه، ولا فيها مشكله تحول ديمقراطي، ولا في طرف رفض التحول الديمقراطي، ولا قلنا انت ما شاورتنا من الاول، انت رفضت الاتفاق الاطاري، قلت ما اشركوا فيه السودانيين وما قالوا فيه الراي، كلامك ده ما تنكره بعدين. الحريه والتغيير كانت بتحاول تستولي على السلطه بالرجاله بمعاونه فصيل متمرد من القوات المسلحه اسمه الدعم السريع. قالوا احنا حنحكم البلد دي رجاله. مشوا مع الدعم السريع، اتفقوا مضوا اطاري من ورا ظهرك، ولا كنت عارف؟ حسي احنا مختصر الموضوع وقلته. امبارح الناس في الجزيره في المسيد في التعليقات من ناس مختلفين والرسائل وكده، قالوا الجماعه دول دخلوا المسيد وعاثوا فيها فسادا وقتلوا واصابوا 5 أنفار. بعدين الرسائل بتجي قالوا الرجال قعدوا في المسيد، منطقه المسيد اسمها مسيد السوق، وهي دي تابعه لولايه الجزيره، والرجال قعدوا حرسوا البيوت وساقوا بناتهم طلعوا بيهم لانه حصلت حاله اغتصاب. والي الجزيره القحاتي الدعامي المخالف ده عمل حاجه يا اخواننا، لا الليله دي مش طلبنا منه قلنا له اثبت لنا ابراء ذمه، حرك قواتك والجيش. سمعتوا الجيش يتحرك مشى المسيد؟ هل في زول عنده معلومه عشان ما نظلم الجيش سي؟ انا ما عندي معلومه. في زول عنده معلومه انه الجيش يتحرك مشى المسيد من مدني؟ طيب انت يا برهان كيف تكون شغال في حرب والحاجات الواضحه اللي قدامك دي بتخليها؟ لا بتاخذ قرارات سياسيه، لا بتدين الناس الواقفين مع التمرد، لا بتامن السودان وتحصنه من العدوان الخارجي.
طيب داخليا الدعم السريع قلنا لك وصل لحد المسيد، ما محتاج جيش يتحرك من المدرعات، عندك جيش قاعد في مدني، عندك قوات جات من ولايات ثانيه مرتكزه حسي من العيد، اول يوم في العيد الصغير عيد رمضان مرتكزه في الكاملين، ليه القوات دي ما بتتحرك يا برهان؟ هل امرة الجيش ما في يدك ولا انت ما دايرون يتحركوا؟ وريني عديل عشان احنا نقول نعرف يعني، احنا نخلي الموضوع ده مشكله ونطلع نتبكى والله البرهان خاننا، البرهان باعنا، ما عندنا الكلام ده، انا ما عندي الكلام ده. من اول يوم كلمتك واضح قلت لك انا ما بثق فيك وما شديت معك. من يوم 15/4 انا ما شديت معك، انا ما بثق فيك. هل القرار اللي بتتخذ في المعركه دي حقك انت براك ولا عندك غرفه قياده؟ كلكم من البرهان بالنسبه لي. المسيد الان تستباح وانت قاعد بتتعاين وطالع ماشي من بورسودان، مشيت جوبا ونزلت سلمت على البيت من الطياره ونازل ليه لابس الفريم، انت عامل ليه فيها الله؟ لا لا يا بيبي، لا انت البرهان بس، المجرد البرهان. واكتشفت اخيرا انه قال لك اسمك الاول البرهان، الليله سمعتها في العربيه اسمك عبد الفتاح، زمان كنت بقول لهم ما اعرف اسم ابوه، فالليله عرفت انه اسم ابوك البرهان وانت اسمك عبد الفتاح. واسمك ده آية ذاته عبد الفتاح، ربنا سبحانه وتعالى فتاح بالبرهان بالدليل، وانت كنت دليل في الباطل بالمناسبة. مشكلة السودان يا اخواننا ما بتتحل باتفاق، لانه احنا ما حنتفق مع المجرم. مشكلة السودان يا اخواننا ما حتتحل مع الناس اللي داير يستولوا على السلطة دي بالرجالة، فليجوا بالصندوق. مشكلة السودان الآن ما بحلها سلفاكير، حس خليك من الكلام ده كله، أنا حسألك سؤال استراتيجي واضح بين عديل. رئيس سلفاكير في الحرب دي شنو يا برهان؟ هل هو شايفه تمرد من القوات الدعم السريع ضد القوات المسلحة والدستور واقف مع الجيش في قراراته؟ زي ما انت حصل لك تأييد دولي قبل كده انه الجيش من حقه يردع الدعم السريع بالدستور، والجيش هو الحاكم السودان وصاحب السلطة، تمرد عليه الدعم السريع، من حقك تستخدم القوة في إخماد التمرد وردعه. هل سلفاكير متفق معاك في الحاجة دي ولا سلفاكير شايف من حق الدعم السريع انه يقعد مع الجيش في ترابيزة ويحلوها بسلام ويقسموا البلد، يقسموا شايل بيوتنا؟ الجيش ما عنده حاجة خسرانة، قاعد ده المعسكر بتاع المظلات ده مع حقه، معسكر الشجره مع حقه، معسكر الذخيره مع حقه، القياده العامه دي حقت الجيش، الدعم السريع عنده بيوتنا وعرباتنا وبناتنا واعراضنا والسودان. دار تتفق معاه في شنو انت يا برهان؟ دار تتفق معاه تحول ديمقراطي سلس؟ منو اللي بيمثل سياسيا الدعم السريع؟ موقفين انا دايرهم واضحات الليله ترد لي. هل سلفاكير واقف مع الجيش في موقفه وفي دستوريه اجراءاته ضد الدعم السريع؟ هل سلفاكير شايفكم عملتوا الحاجه الصح والحق؟ بس داير الاعتراف ده من سلفاكير قبل ما نبدا اي حاجه، ولا هو شايفكم انتوا طرفين متصارعين، طرفين النزاع، شايف انه من حق الدعم السريع يعمل العمل وشايف ان حق الجيش يعمل العمل؟ انا داير موقف سلفاكير، انا داير موقف الحريه والتغيير. الان هم دايرين يتفاوضوا باسم منه؟ لما الليله طه عثمان يدين القوات المسلحه، لما خالد سلك الليله يوصف القوات المسلحه والشعب السوداني انهم هم ارهابيين، يبقى موقف خالد سلك والحريه والتغيير واقف مع منه؟ واقف مع الدعم السريع. انا دايرهم علني يجي يقول لي يا اخي احنا والله جايين نقعد باسم الدعم السريع، انا داير الحاجه دي عشان يكون موقفنا واضح. الحاجه الثانيه يا برهان، مساله انه احنا نحرك الشارع ونحرك الناس انا ما بعمل الحاجه دي، انا ما بعمل الحاجه دي، ده ما شغلي، ده ما شغلي يا برهان، ولا الكروت اللي في يدي انه انا والله يا اخي احرك الناس جمعة غضب وغيره وغيره. انا شغلي حاجه ثانيه، بس حسي انا بوريك. وسالتك في الايام اللي فاتت دي هل عندك اي تواصل مع الحريه والتغيير؟ انت جاهلتني يا برهان، ماشي جوبا بالدس ما توريني، مشيت مهدت للمساله دي، الليله ماشي جوبا لشنو؟ عشان تقعد مع الطرفين ولا تنور سلفاكير عن الاحداث ولا تطمن دوله جنوب السودان انه الحرب ما حتجيها؟ انا داير رد واضح يا برهان. عندك اي حريه وتغيير قاعدين في الخرطوم عندك معاهم تليفونات؟ يا اخي ما في حاجه، احنا الناس كلنا جنرالات يعني وكلنا دفعه يعني، وريني يا اخي لو غلطت يا برهان تعال نلم الموضوع ده. غلطت عملت حاجه غلط يا برهان، الماسكين عليك زمان ده كله احنا ما سالينك فيه، امهات الشهداء واقفين معك، الفضيت فينا الاعتصام وقتلتهم واقفين معاكم مع القوات المسلحه، ما في ملف بدينوك بيه الا تكون انت عجباك العماله او جاي تنفذ سياسه بس.
ما في اي ملف بدين البرهان حسي، كل الملفات دي في يد الشعب السوداني. زي ما بدينوك بها احنا ممكن ندينك بها بالمناسبه، زي ما بهددوك انه يودوها الجنائيه احنا ممكن نودي الملفات دي ذاتنا الجنائيه. برهان نجز شغلتك انتهي من التمرد ده، بعدين الباقي هين بنحله يا برهان. كل زول اخطا، كل زول اكل، كل زول اجرم حيعاقب، تنتظر العقوبه، لكن ما تزيد لنا الازمه، ما توسع الازمه. الليله يا برهان انت ماشي في الموضوع ده، الناس في الخنادق قاطعه ذخيره والناس محاصره ما لاقيه تاكل وتشرب، الولايات مصره تواصل في الجامعات تستغل يا برهان، ده قرار طلعته انت، هل الجيش حسي يثق فيك انت تامنه؟ القوات المسلحه اللي بتموت في الشارع عشان القايد ده بيموتوا عشانك، انت وزير واحد ما قادر تحسمه؟ اطلع قرار بتاع انه الجامعات تقيف، انا ولا الوزير؟ الوزير الشغال معاك انت. الليله الجامعات نزل الجداول بتاعتها، ما اللي قلتها لك انا امس بس، حتى في الحصاحيصه في نص الحرب دي وفي نص الاغتصاب والدعم السريع منتشر في الجزيره، الجامعات بتجبر الطلاب والبنات يجوها يمتحنوا ولا ما عندهم سنه دراسيه. وزير التربيه والتعليم العالي طلع قرار انه الجامعات تتقفل، الجامعات شغاله. الليله اتفاجئ انه الروضات بتعمل اعلانات يا برهان في الولايات تفتح السنه الدراسيه الروضات وفيديوهات ده شنو يا برهان؟ ده شنو ده؟ يعني انت كسرتنا وحطمت البلد دي عشان تجيب فيها الحريه والتغيير؟ عشان ما في زول يطلع يقاومك؟ عشان ما في زول يطلع يتكلم؟ عشان ما في زول يهتف في الشوارع؟ الخطه شنو يعني؟ ما كانوا قاعدين معاك في الكرسي وكده انت داير تتفاوض ومخك ما عندك استراتيجيه بتاع 6 شهور؟ انت رئيس كيف؟ 6 شهور ما عندك استراتيجيه؟ ما عارف انه الحرب دي يوم 15/4 ممكن تنتهي بتفاوض، ممكن تنتهي باستسلام، ممكن تنتهي باتفاق؟ اخترت المسار بتاع الحرب والمعركه وخطه وخضناها معاك، جاي في الاخير تقولوا لنا الحرب ما بتنتهي الا بسلام؟ طالعين القحات الجزم ديل يقول لك الحرب ما بتنتهي الا باتفاق، والحرب واستحاله العوده للخرطوم. شغالين اعلام في الناس واكل عقول. ما بتخجل انت؟ ما كنت عارف انه المعركه دي لو خشيتها بمقدرات قواتك دي ما بتقدر تصمد 2 ولا 3؟ من الاول خشاها مالك، وماشي تجيب طه عثمان ذاته، وماشي تجيب سلفاكير ذاته. الازمه اللي بدت من جوبا دي، الاتفاقيه اللي انت ما وقفت فيها زي الرجال عشان تعرف انه ترتيبات امنيه خدت لي الحركات المسلحه وادي صلاحيات للدعم السريع، يجي في النهايه يغتصبنا ويحرق البلد دي، وتيجي تقول لي ماشي تحلها في جوبا ثاني؟ لو جاء دينك ما بتعملها، لو جاء دينك ما بتعملها. كلامنا واضح يا برهان. وفكره انكم تدفعوا الناس باستفزازك وامور الرقاصات اللي بيسوي فيها نازل بطياره من الطياره اللي لابس لي نظاره وتتمسخر وعامل لي شغل المغارز ده، انت يا اخي ما ترجل يا زول، ارجل يا زول. البطال اللي بيسوي فيها دي شنو يعني؟ عشان نطلع لك الشارع ما حنطلع الشارع، وعشان نعمل لك كباش يقلبك احنا بنقلبك لكن قلبه ثانيه. الشارع ده شفته ما حيطلع لك، والصح تسويه بالرجاله بالحسنه. وكلمتك امبارح قلت لك انت مش محاصرين بناسك، انا محاصرك انت وناسك بناسي، وده الشارع قدامنا، والحرب دي تنتهي بكلاش بس. اي حاجه غير كده تتبلى انت ذاتك، انت ذاتك حسري. خليك راجل، خليك راجل، وتعال ورينا مشيت تسوي شنو في جوبا. تعال ورينا مشيت تسوي شنو في جوبا. تلقى روحك نازل في كاليفورنيا فاكلي البدله ونظاره شمسيه وحالق وتتبسم وبتبوس في البيت. البنات اللي انت في اولاد الضباط اللي بيغتصبوا فيهم وبيخطفوهم قدامك ما بوست لك ولا واحده فيهم، واحده ما بوستها، ولا طفله، ولا تذكرت الاطفال ذاتك. قاعد حسع دي هنا في بورسودان المخازن مليانه مساعدات، ما قدرت احرك لك كرتونه واحده. الفكره بتاعتك دي انا بالعها كويس يا سعادتك. شفت الكباشي ده ما حيعمل عليك انقلاب، الكباشي ما بيعمل عليك انقلاب. وانت ذاتك ممكن تكون من الخطوره تكون خدت الكباشي وياسر عطا ذاتهم في ايقاف، بتعملها انت بتعملها، لكن اطمئن ما في انقلاب. انت بس انت ده الحسي بتعرف الصواطه وتعرف تمشي جوبا وتعرف تمشي مصر وتعرف تتفاصح، تيجي تحل اللي عملته ده بس. ما عندنا لك اي حاجه، ما في حاجه بتحلك، ما في حاجه تقعد في الكرسي ده بس، تقعد في الكرسي ده وتسوي الصح. داير تسوق اي اتجاه ثاني انا بوريك حسي علني. الناس بتموت، انت وزيرك ده بكسر في كلامك،
الجيش ده بموت بيفدي فيك انت، ده طالع انت وزير واحد ما قادر تراجع فيه غرار. امبارح بعد سب الدين والنبز والكواريك مخفض لي الجواز من 150 ل 120، كانك انت حليت لنا مشكله. المشاكل الاكبر منها واللي بتساعد على وجود الشعب السوداني وضمان استقرارهم في البلد دي والناس اللي قاعده في الخرطوم تامنهم وتحس بيهم، دي ما بتعمل ولا بتفتح خشمك فيها. غاية الدعم السريع والله العظيم مش شفتها عامل فيها شفت حتتبلى، وما عندنا لك اي كروت. انا لا بحرك لك شارع تمام ولا بطلع لك زول، انت بس حتعمل الصح. رجاله حسنه ركب الجن في راسك ده كله حتسويه، وما في غحاتي حيدكوا راعي في السودان. وقلت لك عندك في القفص وعندك فيديوهات، ده كله انا ما حسيبك، ما حسيبك. حتعمل الصح يا برهان، ما عندنا لك حاجه. الصح انك تقضي على التمرد ده. فك الجيش ده يا برهان، ما قدرت تفك الجيش، الجيش بيتفكى وانت قاعد في الكرسي، وانت قاعد في الكرسي الجيش ده بيتفكى. ما عندك رؤية استراتيجية 6 شهور ما عارف البلد ومخططاتك وسياستك بتمشي 6 شهور، جاي في النهاية تلبس لي بدلة تمشي تقعد في جوبا تقول لي مفاوضات؟ مفاوضات مع منو يا زول؟ ما عندنا تفاوض يا زول. الطرف الثاني منو؟ احنا عرفناك انت الجيش، الطرف الثاني دار تتفاوض معاه ده منو؟ وينو حميتي ذاته؟ الدار تفاوضه ده وينو؟ عبد الرحيم ده منو يا زول؟ احنا ما بنعرف عبد الرحيم. البشير عين منو؟ عين حميتي. والوثيقه الدستوريه عينت منو؟ عينت حميدتي بالاسم نائب رئيس مجلس السياده. عبد الرحيم ده منو؟ انا ما بعرف حاجه اسمها عبد الرحيم، ما بعرف حاجه اسمها جوني، ما بعرف حاجه اسمها فارس النور، ما بعرف الكلام ده. الطرف الثاني ماشي تفاوضوا منو؟ في حضور الرئيس الفاكر. الناس تكون جاهزه بالمناسبه، الزول ده هو طبعا بيخطط للمضى خلاص يعني. داير تتفق على شنو مع منو وكيف؟ ولا شنو اصلا؟ ولا دارين سلام ولا دارين تفاوض ولا دارين شراكه. شايف الدعامي ده يا برهان؟ اي تحسيم لنا. في قضيه امبارح في المستشفيات، انا ما هحدد المنطقه لانه بقى التضييق بتاع الاستخبارات حقتك عليها برهان شديد. يعني انا ماشي في مسارين، في حاجات معلنه وحاجات خفيه. طبعا ما بديس منك يا برهان، راجل يعني دفعه برضه انت. في قضيه دي انا عملت لك فيها شغل طبي نقي في موضوع الاغتصاب ده ذاته. البنات الاثنين اللي تزوجوهم الدعامه بموافقه اهلهم، لو بتتذكروا قبل ايام جيت قلت لكم الناس اللي قالوا عندهم حلول. قالوا عندهم حلول. الحلول شنو؟ قالوا يا اخي احنا نعقد بناتنا ديل، نعقد لهم على الدعامه ديل على الاقل يكونوا عايشين في حلال. طبعا ده كلام فارغ. ده زواج تحت الاكراه، ده اغتصاب بالمناسبه. حتى لو عرست بنتك في صيوان كبير وحفله وعديل لزول هي ما راضيه، ده اغتصاب. اغتصاب الله ما بيرضى الكلام ده. المرأة ما وافقت يبقى اغتصاب، حتى لو ولد عمها، حتى لو مدير شركه، حتى لو الفريق البرهان ذاته جاك والبنت ما راضيه، اسمه اغتصاب. الله بيوديكم انتوا الثلاثه النار، انتوا الاثنين بيوديكم النار، هي بيطلعوها. فالمهم القضيه بتاعت البنات ديل الدعامي جاب المهر للبيت واهله وافقوا بتاعه شنو؟ عرسك شاله مشى بيها. الثاني برضه عرسك شاله مشى بيها. الواحد منهم اخف وطئا شويه. البيت انتهت وهربت وبتاع شنو؟ المهم بطريقه ما وصلتني. الشباب دول ما قصروا في شنو؟ اهلها عرسوا للبيتون للدعامه، ادانا المهر ومشت لقت الدعامه ديل. طبعا بقوا يشتغلوا شنو؟ نظام تخميس يا سعادتك والله العظيم. قالت اتفاجأت انه في 3 رجال قاعدين كل واحد بحقه. كيف يعني؟ طلعوا بيدفعوا مهر شراكه. وامبارح عندك القضيه واحده منهم وصلت الجيش وكده ووصلت الشرطه، وانا اصريت الموضوع يبقى فيه اورنيك 8. قاموا غيروا الاورنيك بتاع 8 وشهاده الوفاه. حقول اسماء بعدين. من هنا لحد بعدين انا داير بدي الناس دي المهل عشان القضيه دي حتطلع للراي العام ولا يمكن الناس تسكت عليها. القضيه اللي وصلتك يا برهان المستشفى فيها 5 دعامه، فيها شهود والبيت وامها وابوها واهلها وناس الحله،
وفيها مدير مستشفى وفيها مدير قسم وفيها مدير شرطه وفيها ورنيك 8 يتغير فيه بيانات الزوله، وفي ورنيك الاصلي اللي الشطب فوق بعد ما طلعتوه فوق في القسم بيتغير، وفيها شهاده وفاء، وكل البيانات دي اتسحبت يا برهان. لكن في تصوير حاصل. دايرنا نتفق مع الناس ديل. البيت عرسها واحد، مشت البيت لقت 5 قاعدين. جاء اهل البيت لما انضربوا للولد قال له احنا عرسنا لك وانت واحد، قال لهم ديل ما ساهموا معي في المهر، اي زول داير حقه. جابوها جثه هامده جدعوا لهم قدام الباب. جيشك عارف، ومنطقه كرري عارفه، ومدير المستشفى عارف، وهلا هسع بيسمعوا. وانا عندي مسارات ودريبات، ارجاني بس.